المغربي آدم أزنو يلتحق بتدريبات الفريق الأول لبايرن ميونخ. التحق اللاعب المغربي الشاب آدم أزنو بتدريبات الفريق الأول لنادي بايرن ميونخ الألماني هذا الأسبوع بتوصية من المدرب جوليان ناغلسمان. وتدرب أزنو البالغ من العمر 16 سنة فقط مع كبار بايرن ميونخ الألماني هذا الأسبوع بعدما تألق بشكل لافت مع فريق البايرن لأقل من 17 سنة. ومعلوم أن آدم أزنو يشغل مركز الظهير الأيسر وقد انضم إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي قادما إليه من برشلونة. وليد ركراكي يفاجئ المغاربة عن قائمة لاعبي المنتخب المغربي لمعسكر مارس. استقر وليد ركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على إجراء تغييرات في قائمة أسود الأطلس لمعسكر مارس المقبل استعدادا لمواجهة البيرو الودية في إسبانيا. وذكر موقع كور أنه علم من مصادر بالجهاز الفني للأسود بأن وليد ركراكي استقر على ضم 5 لاعبين جدد لم يشاركوا في مونديال قطر. ذات المصدر قال أن ريان ماي هداف فرانك فاروش المجري وطارق تيسودالي لاعب جناك البلجيكي وأيوب الكعبي المحترف بالدورة التركية على رأس تغييرات قائمة الأسود. وأضاف كما يهتم ركراكي بالمدافع إسماعيل قندوس المحترف بسانجلواز البلجيكي والذي لم يمثل الأسود من قبل إلى جانب سعد أكزول المحترف بالدورة الفرنسية. وتابع قد تستدعى مواهب أخرى تألقت مؤخرا ويحاول اتحاد الكرة المغربي تأهيلها قانونيا لدى الفيفا لتمثيل الأسود مستقبلا. واختتم الركراكي سعيد جدا بمردود الثنائي بلال خنوس وأنس الزروري أصغر لاعبين مثل المغرب عبر تاريخه في المونديال. إذ توج الخنوس بجائزة أفضل موهبة في بلجيكا ويواصل الزروري تألقه الكبير مع بيرلي الإنجليزي. رود غوليت يصف موقف تشيلسي مع زياش بالتنمر ويؤكد عليه فرض مكانته. تأسف النجم الهولندي السابق رود غوليت عن ما حدث مع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بعد أن فشلت صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسية في آخر لحظات فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. وأكد غوليت في تصريح لقناة زيغو سبور أن زياش كان عليه الرحيل منذ فترة طويلة مشيرا إلى أن ما حدث للاعب المغربي ليس خطأ وإنما تنمرا من الفريق الإنجليزي. ووصل ما حدث ليس ممكنا إذا كان لديك هذا العدد الكبير من اللاعبين وقمت بالعديد من الصفقات وصرحت آخرين فكيف تقوم بخطأ مثل هذا؟ إن ما حدث يعد تنمرا. وتابع زياش عليه أن يقدم كل ما لديه من أجل ضمان مكانته مع تشيلسي رغم أنه قد يكون منزعجا في الوقت الحالي وفي النهاية يبقى الأمر فظيعا بالنسبة إليه. كان عليه أن يغادر منذ فترة وكان حكيم زياش قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن تفشل الصفقة في آخر لحظات الميركاتو الشتوي الأخير بسبب عدم موافقة مسؤولي البلوز. بخطوة جديدة بلال خنوس يحسم في مستقبله رفقة جينيك البلجيكي. أعلن نادي جناك البلجيكي عن تجديد عقد الدولي المغربي بلال خنوس إلى غاية صيف سنة 2027. وقام نادي جناك البلجيكي بإحداث تحسينات مالية على العقد الجديد مع الدولي المغربي الذي تبلغ قيمته التسويقية في بورصة اللاعبين 4.5 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت. جدير بالذكر أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أظهرت رغبة في الحصول على خدمات الخنوس أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي. وكان صانع الألعاب المغربي قد شارك رفقة المنتخب الوطني في نهائية كأس العالم قطر 2022 وخاض مواجهة الترتيب كأساسي أمام المنتخب الكرواتي. يذكر أن بلال خنوس كان قد فاز بجائزة أفضل موهبة كروية في بلجيكا لعام 2022. رسالة مؤثرة من الحسون لجماهير الوداد بعد مغادرة الفريق الأحمر للموندياليتو. بعث أيمن الحسوني لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم رسالة مؤثرة لجماهير النادي الأحمر بعد الخروج من الموندياليتو. ونشر متوسط ميدان فريق الوداد تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام لخص فيها مشاعره بعد مغادرة الفريق الأحمر لكأس العالم أمام فريق الهلال السعودي.
وكتب الحسوني: كان طموحي الفوز بهذا اللقب المشرف الذي استبعدنا منه بمرارة رغم كل الجهود المبذولة، لكن هذه هي كرة القدم. ووصل لاعب الوداد بالقول: دائما ما تفاجئنا بنتائج غير متوقعة، كنت آمل أن أرفع اسم بلدي عاليا مرة أخرى، لكن الظروف لم تكن في صالحنا. شكرا للجماهير الرائعة وشكرا لكل من ساندني خلال هذه الفترة، وإن شاء الله القادم دائما أفضل. تجدر الإشارة إلى أن الوداد كان قد غادر الموندياليتو بعد الخسارة أمام الهلال السعودي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. نجم هولندي يفجر مفاجأة كبيرة بخصوص عز الدين أناحي. فجر الدولي الهولندي السابق ويسلي شنايدر مفاجأة كبيرة بخصوص الدولي المغربي عز الدين أناحي والفريق الذي كان يرغب في الانتقال إليه. وكشف شنايدر في تصريح صحفي أن أناحي كان يرغب في الانتقال إلى أياكس أمستردام خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، مرجعا سبب عدم إتمام الصفقة لعدم التوفر الأخير على السيولات المالية. وأوضح شنايدر أنه تحدث مع فان دير سار المدير التنفيذي لأياكس بشأن أناحي، غير أنه لم يكن ممكنا ضم لاعبين آخرين دون الاستغناء عن بعض لاعبي الفريق الحالي. ووصف شنايدر أناحي باللاعب الرائع الذي بصم على مشاركة جيدة في كأس العالم، مجددا التأكيد أنه كان يرغب في الانضمام لأياكس. يشار إلى أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي قد نجح في حسم صفقة أناحي خلال الميركاتو الشتوي المنتهي حديثا مقابل 10 ملايين يورو قادما إليه من أونجا الفرنسية بموجب عقد يمتد ل4 مواسم ونصف. بلعمري يعود للمغرب لتسوية وضعيته مع الوداد. حتى الجزائري جمال بلعمري لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم اليوم الاثنين حط رحاله بالمغرب لتسوية وضعيته مع النادي. وكان بلعمري قد وقع في كشوفة الوداد قبل أن يغادر بشكل مفاجئ معسكر النادي لأسباب شخصية. ويهدف اللاعب المذكور إلى إيجاد حل ودي مع الوداد من أجل التوقيع في كشوفة فريق جديد بعد توصله بعروض رسمية من الدوري القطري. يشار إلى أن بلعمري وقع في كشوفة الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الخليج السعودي.